ولدي أنا عارف ضحكتك ده. حاجة صدقيني أنا قاعد ألعب، كمان أقول لك لما نفوز هكلمك عشان تحتفلي معي. يا ولدي أنا في نفسي تعرس. يا حاجة عرس شنو؟ أصلا العرس ده محتاج لاستقرار، وأنت عارف أصلا ما شايفين في مستقبل عشان واحد يقدر يبني عليه عشان يعرس. احنا ذاتنا خايفين من بكرة ما عارفين يحصل شنو. البكرة اللي أنت خايف منه ده زي الليلة. برضه يا حاج أنا ما مطمن من الكلام ده. خلاص لما بكرة يجي أنت بتعرف إنه ربنا هو اللي بيدبر كل حاجة، زي ما جاب الليلة برضه بكرة بيكون زيه وبيصلح كل حاجة. ربنا يسهل كل حاجة. بس يا حاجة هسي انت كده مبسوطة أنا أخسر اللعبة؟ سلام يا زول يا طيب، تعال قريب عندي لك خبر طازج وجميل. حنتناول موضوع شيق وبسيط وحلو عن الخوف، وممكن يكون موضوع برضه خطر كتير. الخوف ممكن نشبهه بسلاح ذو حدين، واحد منهم مفيد للإنسان بحيث انه يحمي نفسه ويتحرك بسرعة أكثر من المعتاد للحروب من مكان الخطر اللي بيحدد حياته. مثلا أكيد كلنا كسودانيين في ناس كانت خايفة اتخذت قرارات انه تطلع سريع. الحاجة الثانية اللجوء لبلد تاني آمن. كان من الخوف الناس جرت مشت أماكن تانية عشان الخوف، وده كان فيه فايدة. أنا عارف في ناس في بداية الحرب الناس اللي طلعت كان في ناس بتضحك على الناس اللي بيقول عليهم ناس خايفين، لكن هنا كانوا استفادوا لأن الحرب طال وشكله حيطول أكتر. أي قرار بتاخده في الوقت ده كان بدافع الخوف مفيد لحماية الإنسان من الموت. الخوف عنده فوائد، لكن 200 الخوف بيبقى سلاح مدمر. إنما بفضل الإنسان عايش به، وكان الخوف وكأن حصن تملك الشخص خط نفسه جواه وقيده. ده الخوف بعد هنا بيكون خطر، وشل حركته تماما لدرجة إنه يوصله للموت في مكانه، وده أخطر قوة من الموت نفسه. الحرب لدرجة إنه ممكن يوصل الإنسان إنه يصاب بأمراض نفسية وجسدية صعبة جدا، وكل ده بسبب الأحداث اللي شفناها في الحروب. طيب تفتكروا في يعني شخص ممكن يتجاوز الأزمة رقم قساوتها؟ نعم فيه، وده مثال جميل وخليه يبقى قدوة لنا نحن. النبي داود النبي اللي اشتهر على مدار التاريخ إنه ما في ملك كان زيه ولا حيكون أكيد زيه. قبل ما يكون ملك عاش حربان في أكثر من وقت ده يسموه ريعان الشباب، لكن قلبه كان شديد قوي جدا. لو تتعرف على شخصيته ممكن لو شفته قدامك تحس إنه هادي، لكن قلبه كان قلب بطل حقيقي. الأزمات بالنسبة له سلم بيرفعه من وجع بيجرح فيه ويقلله، ده كان بيديه دافع إنه يمشي للأعلى. تعال أقول لك على أهم 3 أسباب في شخصية داود. قاعد يسأل عن المكافأة الملك ممكن يقدمه للشخص اللي حيقتل العملاق جوليات. كان جوليات معروف يعني الشخص اللي كان بيقتل في شعبه، وقاعد يقنع الملك. داود كان بيقنع الملك إنه يروح يحارب جوليات. احنا عارفين جوليات طبعا عملاق بجبروته مخوف شعب الله بأكمله، لكن قوة داود كانت في قلبه المليان قوة وبثقة إن الله معاه ومشى للعدو. وقال منو أنت تعير شعب الله وتخوف شعب الله؟ أنت منو؟ قال له أنا جايك بسيف ورمح وأنا معايا اسم الله. أنت معك أدوات قوية لكن أنا معي اسم الله القوي. النبلة والطوبة صغير خلت جوليات يتكوم برقم هو عملاق، خلاه يتكوم على الأرض. قلب داود الشجاع. داود كان عنده قلب بيحب محبة حقيقية لله، عارف إن الله معاه وبيحبه، وهنا عنده ثقة دائما فيه. خليه فعلا نكون عندنا ثقتنا في الله، لأن الله هو مصدر الثقة، لأن الحب يطرد الخوف. أعرف إن الله بيحبك وثبتها قاعدة أساسية في حياتك. الله بيحبني مش هيسيبني، يعني مهما كانت الحياة اللي حصلت الله أكيد مش هيسيبني. الله موجود وهو المسؤول عني. داود كان عنده ذهن جديد بيفكر بطريقة مختلفة. يعني لما وقع في
في خطية لجأ فورا لله وطلب منه يغسله من أي اسم، واثق في مراحم الله. خلينا نتعلم من داود، إذا كان في أشياء بتطلع خلينا نركع ونرجع لله. مراحم الله لأنه عرف قلب الله تجاهه الرحمة دائما وبقلب محب لله، تحمل عقوبة خطيته وفضل مستمر مع الله، بيتعلم في وصاياه لآخر وقت في عمره. عارفين داود الوحيد اللي الله قدم شهادة عن قلبه ووصفه: وجدت داود عبدي حسب قلبي عارف الله. كلام رائع جدا عن الله الخالق الكون يقول عن عبد داود. داود النبي هو المثال اللي شجعني وقت ما عشت الحرب وبتشجع به. لو يعني حوطتني أفكار وخوف وحاجات كتير بلجأ لله، لأن الله هو إله داود وإلهي أنا أيضا. أكيد هو نفس الإله اللي كان مع داود، هو نفس الإله الموجود معنا. أشجعك ما تخلي الخوف يغيد حياتك. أنت إنسان حر، وثق إن الأوضاع عمره ما حيستمر بنفس النهج بنفس النمط، وفكر بطريقة أفضل. ما تنسوا تراسلونا على صفحة البرنامج ونتشارك بعضنا لنتشبع ونتشجع ونتقوى بعضنا دائما. واستنوني في الحلقة القادمة. سلام، أشوفكم على خير.